السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن ماجد. هنتكلم عن الأخبار الرياضية بشكل عام، والمهم منها بشكل خاص هو اللي هنتناوله ممكن بشيء من التفصيل. بكرة إن شاء الله الأهلي بيلعب مع جورماهيا الكيني المباراة التانية. كلنا عارفين المباراة الأولى خلصت 3-0 لصالح النادي الأهلي، وجاب أهدافها رامي ربيعة هدف وبيرستاو هدفين. وكمان مباراة العودة اللي هتتلعب بكرة بإذن الله. أعتقد إن المباراة سهلة للنادي الأهلي، خلصانة، والأهلي إن شاء الله في دور المجموعات خلاص، وهي مباراة تحصيل حاصل يعني. وبيتم عمل احتفال للنادي الأهلي وتسليمه درع الدوري المصري بعد نهاية مباراة جورماهيا في استاد القاهرة. وفرصة طبعا في وجود جمهور النادي الأهلي بكرة إنه يستلم الدرع وسط جماهيره، وتبقى يعني ضرب عصفورين بحجر، توفير عشان نوفر، يعني نوفر وقت ونوفر مجهود ونوفر فلوس، وكمان عشان الأهلي يعني يفضل للمهم. المباراة بكرة زي ما كلنا عارفين الساعة 7 بتوقيت القاهرة، ومذاع على اون سبورتس وعلى ابو ظبي الرياضية، ومذاع كمان على الام بي سي. وزي ما قلنا بعد المباراة بيتم تسليم درع الدوري، وبنقفل طبعا الصفحة دي، بيبقى الموضوع خلص، وبيبدأ الأهلي يستعد لمباراة السوبر مع الزمالك في السعودية، وهي دي المباراة المهمة. وأعتقد إن مباراة بكرة هي يعني إيه بداية التجهيز لمباراة السوبر. ما كانش الأهلي بيجهز طبعا من دلوقتي أو من قبلها كمان. تعتبر مباراة بكرة مباراة يعني تمرينة يقف فيها كولر على كل النقاط، ويقدر يحدد بالظبط هيعمل ايه في ماتش السوبر، ويقدر يشوف كل العناصر، لانه بكره المفترض انه في احتمال انه يجرب اشرف داري، ويجرب كل اللعيبه اللي ما لعبتش زي يوسف ايمن وغيره. ده بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك النهارده برضو كان عنده ماتش مع الشرطه الكيني، وقدر يكسب 2-1، وبقت نتيجه المباراتين 3-1 لنادي الزمالك. بنبارك طبعا نادي الزمالك تأهله لدور المجموعات برضو مع النادي الأهلي، بس النادي الزمالك في الكونفدرالية والأهلي طبعا في دوري الأبطال. وجاب الهدف اللي جه خارج الأرض كان لعبد الله السعيد. والنهارده جاب للزمالك زيزو ثم ناصر ماهر في متابعة جيدة وضغط على الخصم، وقدر يخلص الكورة اللي رجعها الباك بالغلط للحارس، وتدخل ناصر ماهر وقدر يحطها في الجون. وكانت مباراة تعتبر سهلة، والزمالك أدى بيها زي ما بنقول كده بشكل تجاري، يعني على قد الماتش، ما عملش مجهود كبير وخرج باللي هو محتاجه، وكان ده المهم في الموضوع. وطبعا برضو الزمالك بعد ما خلص ماتشه النهاردة برضو أكيد بيستعد لمباراة السوبر الأفريقي، اللي هي بتشغل طبعا الرأي العام، مش بس المصري، يمكن العربي وكل المتابعين بشكل عام في العالم كله للفرقتين الأهلي والزمالك، أكبر فرقتين في أفريقيا. كمان عندنا بكرة مباراة مهمة، مباراة بيراميدز مع الجيش الرواندي، وكانت خلصت مباراة هناك 1-1. وقدر فيستون مايلي انه يتعادل بيراميدز، وتصحيح الخطأ الكبير اللي عمله الشيبي بانه احرز هدف في نفسه. ولكن يعني مشيت الامور، خرج بيراميدز بنتيجة التعادل 1-1، والامور اعتقد ان الماتش في المتناول بكرة مع بيراميدز، علشان خاطر يعني الفرقة برضو مش قوية. يعني نقدر نقول ان فرقة الجيش الرواندي مش قوية، ومش عارف ايه حكاية الجيش والشرطة. الاهلي لعب مع جورماهيا الوحيد انما الزمالك لعب مع البوليس الكيني او الشرطة الكيني وبيراميدز لعب مع الجيش الرواندي. فان شاء الله يعدوا من الجيش والشرطة على خير ان شاء الله. الزمالك عدى وفاضل لنا بيراميدز يعدي بكرة، وبعدين يخش بعديه النادي المصري. النادي المصري الماتش هيتلعب يوم الأحد الساعة 7، وكانت نتيجة المباراة الأولى 3-2 مع فريق الهلال الليبي. وأعتقد إن دي أصعب مباراة للأربع فرق.
يعني اشوف ان هي اصعب مباراة، خصوصا كمان ان المصري جاب هدفين خارج الارض، لكن المستوى متقارب بين الفرقتين، فهيبقى ماتش صعب على النادي المصري. نتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويقدر يعدي الهلال الليبي، ويوصل هو كمان للدور القادم مع الزمالك، ويبقى الاهلي وصل وبيراميدز يوصل والزمالك وصل والمصري وصل، وتبقى الفرقة المصرية كلها وصلت تخطت العقبة عقبة الدوري الدور دوت، وقدروا يعدوا ويوصلوا للدور اللي بعده. كل الفرق ان شاء الله احنا بنرجو ان كل الفرق توصل للدور اللي بعد كده، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وانتظروا حلقة بكرة ان شاء الله بعد مباراة الاهلي، وممكن نأجلها ونعمل حلقة واحدة للاهلي وبيراميدز، يكون مباراة بيراميدز خلصت، ونبلغكم بكل ما هو جديد في الموضوع، ولو في أي مستجدات على الصحة الرياضية بشكل عام. وكمان ننتظروا حلقة مهمة جدا لتيتو، 13 سنة، يعمل حلقة مهمة جدا يتكلم فيها عن السوبر الأفريقي القادم في السعودية إن شاء الله. دي هتكون حلقة مهمة جدا، وأنا بنوه عنها من دلوقتي، وهنعلن عن ميعادها بالتأكيد في حين إن شاء الله. بالتوفيق للجميع، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.